ازيكم يا غاليين؟ عاملين ايه النهارده؟ جايبه لكم حته فيلم ملوش حل. بس قبل ما نبدا الفيلم بتاعنا عندي ليكم سؤال. لو انتوا مكان سيمبا هتقتلوا اللي قتل ابوكم ولا هتسيبوه يهرب؟ هستنى كومنتاتكم في التعليقات تحت. هاتوا حاجه تشربوها عشان نبدا الفيلم سوا. فيلمنا بيبدا في ارض العزه بشبل اسمه سيمبا، وبتكون كل الحيوانات في ارض العزه متجمعين عشان يحتفلوا بميلاد سيمبا. وبيبقى ابن الملك واسمه مفاسا، ملك عادل جدا ورحيم، عشان كده كل الحيوانات بتحبه، وعشان كده كل الحيوانات مبسوطين بميلاد سيمبا. ومن وقت ما سيمبا اتولد وباباه بيجهزه عشان يبقى الملك من بعده، وبيشيل القرد لافيكي سيمبا وبيرفعه بإيده وسط الحيوانات، وبتبدأ الحيوانات كلها ترحب بوريث العرش. ولكنه بيكون في أسد تاني اسمه سكار، وإسكار ده بيبقى عم سيمبا وأخو مفاسا، وبيكون بيكره مفاسا وإن هو شايف إن هو يستحق يبقى الملك، وبيكرهه أكتر بعد ما بيخلف سيمبا. بيروح الطائر زازو مندوب من مفاسا وبيسأله، وبيقوله إن الملك بيسألك ليه أنت ما جيتش الحفلة. فبيهجم سكار على زازو عشان ياكله، ولكن هنا بيوصل الملك مفاسا وبينقذ زازو وبيقول لسكار سيبه، وبيبدأ يسأله بنفسه انت ليه ما جيتش الحفلة. فسكار بيضحك وبيقول له الملك نازل وسط الرعية. مفاسا بيسأله وبيقول له رد عليا انت ما جيتش ليه، وان انا وسراب اللي هي الملكة مراته ما شفناكش في الحفلة، مش المفروض تكون انت اول الحاضرين عشان ترحب بالملك الجديد. فبيتريق سكار وبيقول له لا، كان المفروض اجي وكمان اركع له، وبيدي سكار ظهره لمفاسا. فمفاسا بيقول له ما تدينيش ظهرك. فسكار بيقول له خلي بالك انت اللي المفروض ما تدينيش ظهرك. فبيتعصب مفاسا وبيقول له يعني انت بتطلب تتحداني؟ فسكار بيقول له انا ما اقدرش اتحداك لان اخر مره اتحديتك خسرت. ولكنه بيمشي وبيسيب مفاسا رغم ان هو عارف ان سكار بيكرهه جدا، ولكن مفاسا قلبه رحيم لان ده اخوه الوحيد ومش راضي ينفيه من ارض العزه زي ما زازو دايما بيقول له. وبيقرر سكار فعلا ان هو يتخلص من سيمبا باي تمن، لان وجود سيمبا بيحطم امل سكار في انه يكون ملك. بيصحى سيمبا في يوم وبيصحى باباه وبيقول له اصحى الشمس طلعت. فبياخد مفاسا ابنه وبيبدا يكلمه عن المملكه بتاعتهم، وبيقول له ان هو الملك على كل الارض دي، وان كل الارض اللي انت شايفها دي احنا بنحكمها. فبيقول له سيمبا يعني هيجي يوم واملك ده كله؟ فبيقول له مفاسا احنا مش بنملك ده، احنا بنحمي كل ده. فبيسأله سيمبا على مكان بعيد، فبيقوله المكان ده خطير جدا وما تروحش عنده. بعد كده بياخد ابنه وبيبدأوا يتمشوا في المملكة وبيعرفوا على أماكن اللي هو هيحكمها. وبيقول مفاسا لسيمبا إن في حاجة اسمها دايرة الحياة، وهي إن الأسود مثلا حيوانات مفترسة فعلا، ولكن الأسود دي لما بتموت بتتحلل وبتتغذى عليها النباتات، وبتطلع النباتات وبتتغذى عليها باقي الحيوانات، وبترجع الحيوانات المفترسة تتغذى الحيوانات دي، وهو ده اللي مخلي فيه توازن في البيئة. تاني يوم بيكون سيمبا عمال يلعب مع الفراشات، وبيكون عمه سكار واقف بيراقبه. فبيقول له سكار بسخرية يا سيمبا انت هتبقى ملك بعد بابا، في ملك برضه يلعب مع الفراشات والخنافس. فسيمبا بيقول له ان باباه اخده امبارح ووراه المملكة اللي هيحكمها، وبيقول له تخيل يا عمو ان انت هيجي يوم عليك وتركع لي لان انا هبقى الملك وهديك اوامر. وبيقول له على المكان اللي باباه قال له ما يروحش عنده. فسكار بيستغل الفرصه وبيقول لسيمبا بخباثه طيب مش لازم بقى الملك يكون شجاع ولا ايه؟ المفروض الملك يروح في اي مكان. بس مفاسا عنده حق، مقبره الافيال مش مكان امن لشبل زيك. فبيعرف سيمبا ان المكان ده هو مقبره افيال، وبيطلب منه سكار انه ما يروحش ويسمع كلام باباه، ولكنه عمل اللي هو عايزه وزرع الفكره في دماغ سيمبا. بيروح سيمبا لصديقته نالا وبيقول لها ان هو عارف مكان حلو جدا هيستكشفوه سوا ويلعبوا فيه مع بعض، ولكن مامته ما بترضاش تسيبهم يروحوا لوحدهم الا لو معاه زازو وانه يروح معاه. فبيضطر يوافق ان هم ياخدوا زازو معاهم، ولكن بيحطوا خطه ويبداوا يتوهوا زازو وسط الحيوانات وبيروحوا مقبره الافيال. ولكن المكان مش مقبره افيال بس، المكان ده فيه الضباع اللي نفاهم ابو سيمبا، والضباع دي بتكره مفاسا جدا. بيخشوا المقبره وبتبقى مليانه هياكل عظميه لحيوانات ميته، فبيستغربوا من المشهد ده. وبتبدا نالا تقول لسيمبا يلا نرجع. فضول سيمبا ورغبته ان هو يثبت ان هو اسد مش شبل بتخليه يكمل، وبتبدا الضباع تشكل حلقه حوالين سيمبا. ولكن بتظهر ملكه الضباع وبتقول لهم ان هي مستنيه الوجبه دي من سنين. وبتطلع ملكة الضباع عارفة ان سيمبا ده ابن مفاسا، وبتبقى عايزة تنتقم من مفاسا بأي شكل لان هو اللي طردهم خلاهم عايشين في المكان ده، لانهم بيصطادوا وبياكلوا بعشوائية. سيمبا ونالا بيبدأوا يهربوا منهم جوه الأنفاق اللي بتعملها الضباع، وبتفضل الضباع تطاردهم فترة طويلة لحد لما بيطلعوا تاني وبيبقوا محاصرين وسط مجموعة من الضباع. فبيبدأ سيمبا يزقر عشان يخوفهم، ولكنهم مش بيخافوا وبيضحكوا عليه لان صوته عامل زي القطط، بيقولوا له جرب كمان مرة فبيجرب كمان مرة، وهنا بيخافوا لان زئيره قوي جدا زي زئير الاسد الحقيقي.
وبيظهر هنا مفاسا وبيبدأ يهاجم الضباع بشراسة كبيرة، فبيخافوا منه وبيرجعوا وبيسيبوا سيمبا، وبيروح بنفسه للملكة الضباع وبيقول لها انا حذرتك اكتر من مرة اوعي تقربي من ابني تاني، فبتقول له عمرنا ما هنقرب منه تاني. بياخد مفاسا ابنه ونالا وبيمشوا وبيوصلوا لأرض العزة، وبيطلب مفاسا من زازو ان هو ياخد نالا ويرجعها للعرين لان هو عايز يتكلم مع سيمبا لوحدهم. ومفاسا هينادي على سيمبا وبيقول له تعالى. بيبدأ مفاسا يتكلم معاه وبيقول له انت النهارده مش بس كسرت كلامي، انت كمان عرضت حياة نالا للخطر، والملك ما يعملش كده. فسيمبا بيقول له ان هو كان عايز يثبت ان هو شجاع زيه وما بيخافش ابدا. فمفاسا قال له مين قالك ان انا ما بخافش؟ انا النهارده خفت ولكني خفت عليك انت جدا. ومفاسا ما بيرضاش يقسى عليه اكتر من كده، فبيبدأ يهزر معاه تاني. فبيقول له سيمبا انت على طول هتبقى معايا كده يا بابا؟ هنا مفاسا سكت وقال له تعالى عايز اقولك على حاجة ابويا قالها لي زمان. مفاسا بيبص للسما وبيقول له ان بابا قال ان الملوك اللي حكموا قبل كده كلهم هنا نجوم، اللي قدامك في السما دول كل لما تحس ان انت وحيد بص لفوق هتلاقيني دايما معاك. بيجي الليل وبيروح سكار للضباع وبيقول لهم مش عيب عليكم ابعت لكم شبلين صغيرين تاكلوهم يرجعوا سلام؟ فبتقول له الملكة الضباع ملحوقة ادينا هناكلك مكانهم. فسكار بيقول لها ليه تاكلي وجبة واحدة لما ممكن تاكليها على طول وحالكم ده يتغير وترجعوا أرض العزة، أنا هرجعكم ليها. فملكة الضباع بتقول له أنت مش الملك وأرض العزة مش ملكك عشان ترجعنا ليها. فسكار بيقول لها ما احنا هنقتل الملك. فسكار في الليلة دي بيحط خطة مع الضباع عشان يتخلصوا من مفاسا ويبقى هو الملك. فبيجي تاني يوم وبيستغل سكار زازاكة سيمبا وبيستدركه وبياخده يتمشى معاه وسط وادي بحجة ان هو عايز يعلمه الزئير كويس في المكان ده، وبيقول له ان هو كمان كان شبل جه اتعلم هنا وبابا كمان مفاسا جه اتعلم هنا عشان صدى الصوت يعني يخلي الزئير قوي جدا. وبيقول له ان هو هيسيبه شوية ويرجع له لما يتدرب فترة. وبيكون في الوقت ده سكار متفق مع الضباع بان هما هيجروا قطيع الجاموس الوحشي ده بمجرد ما هو يطلع من الوادي، وبينفذوا دورهم في الخطة فعلا. بيتفاجئ سيمبا بالقطيع وبيلاقي نفسه لوحده، فبيبدأ يجري قدامهم وبيستخبى تحت الصخرة دي، ولكن ما بيستحملش كتير فبيبدأ يجري تاني لحد لما بيوصل لجذع الشجرة ده وبيطلع عليه. وفي الوقت ده بيكون سكار وصل لمفاسا وبيقوله ان الضباع هجمت على قطيع الجاموس الوحشي. فالقطيع جري على الوادي ولكن سيمبا في الوادي ممكن يصاب بأذى، فمفاسا بيجري على الوادي وبيسبقه على هناك زازو وبيرجع لباباه وبيعرفه مكانه. وبيوصل مفاسا وبيقول له ما تخافش انا نازلك، وبينزل له مفاسا فعلا وبيوصل لسيمبا وبياخد سيمبا وبيحطه في حتة عالية امان. ولكن بيجي واحد من الحيوانات دي وبيخبط مفاسا ومن خبطته ليه بياخده قدام شوية، ولكن بيقدر مفاسا يستجمع قوته وبيتسلق جدران الوادي. بمجرد ما بيوصل فوق بيلاقي سكار في وشه فبيطلب مفاسا من اخوه انه يساعده. هنا بقى سكار بيقوله ان هو ورا كل ده، وهنا بقى سكار بيودعه وبيضربه بمخالبه وبيوقعه من فوق الجبل وسط الوادي وبيموت مفاسا. وبيكون سيمبا شايف اللي بيحصل ده ولكنه مش شايف سكار، وهو شايف ان باباه وقع بس. صدقوا انا زعلت على مفاسا جدا، وبيعتقد ان باباه ضحى بحياته عشان ينقذه وان هو سبب في موته. قطيع الحيوانات اللي كان في الوادي بيخلص وبينزل سيمبا الوادي وبيبدأ يبكي وبيحاول يصحي باباه، لكن بيجي سكار في الوقت ده وبيقوله ان انت السبب في موت باباك وان مفيش ملك بيموت ابوه، وبكده ما ينفعش تبقى انت الملك لان باقي القطيع هيقول عليك ان انت قاتل. فسيمبا بيسأله طب والعمل ايه دلوقتي؟ فقال له الحل الوحيد انك تهرب وما ترجعش هنا تاني. بينفذ سيمبا نصيحة عمه وبيجري وبيأمر سكار في الوقت ده الضباع ان هي تطرده وتموته، فبتبدأ تجري الضباع وراه عشان تموته، وبيفضل هو يجري منهم لحد لما بيقع من على الجبل ده. يا عيني عليك يا سيمبا. وبتأمر ملكة الضباع الاتنين اللي معاه ان هما ينزلوا يتأكدوا ان هو مات ولا لأ، لكنهم بيكسلوا وبيقولوا ان محدش هيقع الوقعة دي وبيقولوا ان هو حي، فبيرجعوا يأكدوا موته وخلاص. كسلانين بقى. ولكن المفاجأة ان سيمبا بيطلع عايش لانه استخبى في جذع شجرة. الحمد لله ان هما كسلوا ان هما يشوفوه مات ولا عايش. وبيقع وبيبدأ سيمبا يهرب فعلا وهو حزين لأنه هو حاسس إن هو السبب في وفاة أبوه. بيرجع سكار للجميع ومنهم سرابي أم سيمبا وبيقول لها إن مفاسا مات وسيمبا كمان مات. يلا منك لله يا سكار بقى.
وكده مفضلش غيره وهو الملك الجديد، وان هو هيبدأ حكمه باسلوب جديد، وانه هيستعين بالضباع اللي كان فيهم مفاسة في حكمه ويرجعهم يعيشوا وسطهم في ارض العزة تاني. طبعا ده شيء مرفوض بالنسبة للاسود، ولكن دلوقتي هو الملك وده امره، فمفيش في ايديهم اي حاجة غير انهم يوافقوا. في الوقت ده بيكون سيمبا ماشي وسط الصحراء، والعطش يا عيني بيبدأ يخليه مش قادر يمشي لحد لما بيغمى عليه وبيقع على الارض، وبتبدأ مجموعة من النسور تتلم حواليه عشان تاكله. لكن في الوقت ده بيظهر من بعيد تيمون وبومبا وبينقذوا سيمبا من النسور دي. وفي الوقت ده تيمون وبومبا بقيوا اصحاب لسيمبا، وبيحكي لهم سيمبا على حكايته مع ابوه وان هو حاسس بالذنب، وبيسألهم لو يقدر يغير الماضي. فتيمون وبومبا بيقولوا له ان محدش بيقدر يغير الماضي، ولكن تقدر تغير المستقبل، وبيعرفوه على كلمة هاكونا ماتاتا، واللي معناها انسى همومك وارمي اللي فات ورا ظهرك. والفترة اللي بعد كده بيعيشها سيمبا بمبدأ هاكونا ماتاتا، وبيعيش سيمبا معاهم لحد لما بيكبر وبيبقوا اصحاب جدا. وبنرجع لسكار الملك الجديد، والضباع بيكونوا أفسدوا الأرض العزة وبسببهم تحولت الغابة لخرابة، ولكن في نفس الوقت سكار بيكون سعيد باللي عمله وإنه بقى الملك، وكمان بيطلب من سرابي أم سيمبا بإن هي تعترف بيه كملك، ولكن سرابي بتبقى دايما رافضة إن هي تعترف بيه كملك. فسكار بيصدر قرار وبيقول لها إن من دلوقتي الضباع هتاكل قبل الأسود، وبيسيبها وبيمشي. في الوقت ده بيكون نالا هي كمان كبرت ومش طايقة تقعد تحت حكم سكار. هو عامة محدش بيحب سكار، عندها حق نالا، وبتقرر ان هي تهرب بالليل، وبتقدر ان هي تهرب فعلا. في الليلة دي بيكون سيمبا قاعد بيبص للنجوم وبيفتكر كلام باباه مفاسة بان هو دايما معاه وان الملوك كلهم في السماء. بتطير شعراية من شعر سيمبا لحد لما بتنزل في نهر، فبتمشي مع المية شوية لحد لما بيجي طائر وبياخدها وبيروح يحطها في العش بتاعه، ولكنها بتقع وبتاكلها زرافة، وهي بتاكل الغصن وبتنزل الشعرة دي في فضلات الزرافة، فبتاخدها الخنفسة دي عشان تبني بيها البيت، ولكن بتقع وبتتفتفت، وبيبدأ الهوا يطير الشعراية تاني لحد لما بتوصل للنملة دي. النملة دي بتاخدها وبتطلع بيها على الشجرة اللي موجودة على القرد لافيكي. بمجرد ما بيشوف الشعراية بيعرف ان سيمبا حي، وبيبقى هو اول واحد يعرف ان سيمبا حي. الشعراية دي لفت كتير قوي. وفي يوم بيكون تيمون وبومبا ماشيين في الغابة، فبتهجم عليه نالا وبتبدأ تطارد بومبا. بيفضل بومبا يجري منها لحد لما بتكون خلاص هتفترسه، ولكن في الوقت ده بيظهر سيمبا وبيبدأ يشتبك معاها، ولكنها بتهزمه بنفس الطريقة اللي كانت بتهزمه بيها زمان. فبيعرف ان هي نالا، ما بتبقاش مصدقة ان سيمبا حي لان اخر حاجة عارفاها عنه انه ميت، فبتطلب منه انه يرجع معاها ارض العزة، لكنه بيقول لها ان ده بيته الجديد وان هو مش عايز يرجع تاني. وبيبدأ يفرجها على المكان الجديد اللي هو عايش فيه، وبيطلب منها ان هي تفضل معاه وما ترجعش هي كمان لأرض العزة، ولكنها بتقوله ان ما ينفعش هي ترجع، وان هي جاية تدور على دعم لان سكار افسد ارض العزة، وان ارض العزة دلوقتي كأنها مكان مهجور. ولكن سيمبا برغم اللي قالته ده كله بيفضل رافض، فقالت له ان هو الملك الشرعي دلوقتي بما انه عايش، ولكنه برضه رفض يروح معاها. فبتحبط نالا وبتمشي. بعد ما بتمشي نالا بيفضل سيمبا ماشي في الغابة وبيفكر في الوقت ده، وبيظهر له القرد لافوكي. فسيمبا بيقول له انت مين؟ فبيقول له انا عارف انت مين، المهم انت بقى تعرف انا مين. فسيمبا بيطلب منه يمشي، ولكنه بيقول له مش همشي قبل ما تعرف انت مين. فسيمبا بيقول له لا انت مش عايز تقول انت مين، فبيديله ظهره وبيمشي. فقال له انا اللي شلت ابن مفاسة. فبيرجع سيمبا بسرعة وبيقول له انت كنت عارف ابويا؟ فبيقول له لا انا ما كنتش عارفه، انا عارف ان مفاسة حي، تعالى وريهولك. بيفضل سيمبا يجري وراه لحد لما بياخده على البحيرة دي، وبيقول له بص في المية يا سيمبا. فبيشوف ابوه فيه وبيبدأ يسمع صوته في السماء، وبيقول له اوعى تنسى انت مين يا سيمبا، انت الملك الحقيقي. فهنا بيقرر سيمبا انه هيرجع ارض العزة، وبيجري وبيحصل نالا بسرعة، وبيرجعوا أرض العزة مع بعض، وبيرجع معاهم تيمون وبومبا. وأول ما بيوصلوا على أرض العزة بيظهر زوزو وما بيبقاش مصدق إن سيمبا حي، ولكن عشان يوصلوا لعرين الملك لازم يعدوا ضباع كتير جدا. فسيمبا بيقترح اقتراح وبيقول لهم احنا عايزين طعم. فبومبا بيقول له فكرة هايلة يا سيمبا، احنا محتاجين واحد مليان لحم كده عشان الضباع أول ما تشوفه تجري وراه. وبعدين بيسألهم انتوا بتبصولي كده ليه؟ طبعا سيمبا كان بيقصد بومبا. فبيبدأ بومبا يجري وبتبدأ الضباع تجري وراه.
سكار في الوقت ده بيكون بيتخانق مع سرابي لانها رافضة تعترف بيه كملك، فبيبدأ سكار يضربها في الوقت ده. بيظهر سيمبا بقى وبيقول له ابعد عن امي، فبينزل سيمبا من فوق الجبل بسرعة وبتندهش امه ان هو لسه عايش وبتفرح جدا. وبما ان سيمبا رجع فهو الملك، فهنا سكار بيبدأ يتكلم في القديم وبيقول له انت اللي قتلت باباك، يعني ما ينفعش انت قاتل تبقى الملك لانك انت اللي قتلت الملك. وبيبدأ يضغط عليه وبيقول له مش انت السبب في موت ابوك، لحد لما بيقول له سيمبا بس دي كانت حادثة. وقبل ما يدافع عن نفسه بيبدأ سكار يضغط عليه تاني لحد لما بيوصل للحافة دي وبيقول له انا شفت نظرة العينين دي فين قبل كده؟ يا سكار يا خبيث، افتكرت لما قتلت موفاسا. هنا سيمبا بيفتكر اللي حصل وبيبدأ يجمع ان هو اللي قتل باباه، فبيمسك فيه وبيطلع له تاني جدع يا سيمبا جدع. وبتبدأ الاسود كلها تتقاتل مع الضباع، والاسود بتكون في صف سيمبا والضباع في صف سكار. فسكار بيلاقي نفسه لوحده ان الضباع بدأت تهرب، فبيبدأ يهرب الجبان طبعا سكار، وبيروح وراه سيمبا. وسكار بيبقى خايف منه جدا، دلوقتي خايف يا سكار، وبيقول له ان هو كان ناوي يتخلص من الضباع وان انت اكيد مش هتقتل عمك الوحيد هنا يا سيمبا. فبيقول له سيمبا نفس الكلام اللي قاله له في الوادي، اهرب يا عمي اهرب وما ترجعش تاني. فبيعمل سكار نفسه انه هيمشي وبينفذ كلام سيمبا، ولكنه بيرجع تاني وبيبدأ يقاتل سيمبا، ولكن بيقدر سيمبا ينزله من على الحافة دي. وبينزل سكار تحت الجبل، وهنا بقى بيلاقي الضباع، والضباع بيكونوا سمعوا كلامه ان هو عايز يتخلص منهم فبيقتلوه قبل ما يقتلهم. بينزل المطر وبيطفي الحريق اللي كان سببه البرق، وبيرجع حكم ارض العزة لسيمبا ابن موفاسا. بيتجوز سيمبا نالا، الف مبروك يا سيمبا، وبيخلف منها وبتعيش ارض العزة في سعادة من تاني. ايه رأيكم في الفيلم بقى؟ انا عجبني جدا على فكرة وبحبه جدا. لو الفيلم عجبكم متنسوش تعملوا لايك وكومنت وسبسكرايب للقناة عشان اسمكم يظهر في الفيلم الجاي وعشان تشوفوا كل الافلام الجديدة. اشوفكم الفيلم الجاي. استنوا انا شايفاك اللي ما عملتش كومنت واشتراك، انا بتعب جدا في الافلام، ادعموني بقى. اشوفكم الفيلم الجاي، باي باي.